حبيبها بياخدها في نص البحر وبيعرض عليها الجواز، والبنت بتفرح قوي. بيقع بالغلط في البحر وحبيبها بيتضايق قوي عشان غالي، فبيطلع واحد من البحر وبيبوس حبيبته وبيتعصب جدا وبيحسب ان ده يبقى حبيبها وهي بتخونه وبيرميها في البحر وبيقول لهم اشبعوا من بعض. والولد بيمسكها عشان ما بتعرفش تعوم وبيسيبها في نص البحر وبيمشي بالموتوسيكل، والولد بياخدها على مكان بعيد وهو شايلها. ولما بيوصل بيكون تعبان قوي، والبنت بتتخانق معاه وبتقول له انت مين وعملت كده ليه، وبيقول لها الصراحه انت حلوه قوي فقلت ابوسك، وبتقول له حرام عليك انت دمرت حياتي كلها. وبيبص وبيلاقي انه مفيش مكان يرجعوا منه غير بمركبه بس، وبيولعوا نار عشان الجو برد، وبيعملوا كمان اكل. وهم قاعدين بيفضلوا يهزروا مع بعض وبيبداوا انهم يحبوا بعض، وكل واحد بيحكي للتاني على حياته. وفي تاني يوم بتصحى على صوت حبيبها اللي سابها وبيقول لها لو عايزه تشوفي عشيقك تعالي، وبتخاف عليه وبتجري وبتشوف انه متعرض للضرب، وبيقول لها يلا تعالي معايا عشان ترجعي، وبتقول له لا انا مش هرجع معاك. فبتمسك له عصايه وبتقول له لو قربت خطوه تاني هموت، وبيضحك وبيقول لها انت ما تقدريش تعملي كده، فبتضربه وبيشمه في وشه، وبيطلعوا يجروا هما الاثنين وبيركبوا على المركبه بتاعته وبيسيبوه هو في نص الغابه عشان ما يعرفش يرجع.